الأفاضل انطلاقة شوط الختام أما بعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا هنا المنطلق، وهو الشوط السادس عشر في مجموع الأشواط وشوطنا السادس عشر، والخاص بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة مع انطلاقة وتحديات هذا السن هنا، سن الثنايا والانطلاقات. وهناك نذكركم أن الفترة المسائية سوف تكون انطلاقة الرموز هناك أيضا وتحدياتهم لهذا السن. نتابع معكم هذه المسيرة، نتابع معكم هذه الانطلاقة، ونتابع ماذا يدور من تحديات هنا مع المهجنات. هنا أيضا الإبكار الثنايا لأبناء القبائل، الصدارة والمقدمة والمركز الأول. صدارة هذا الشوط والمنطلقة على المقدمة وعلى المركز الأول تأتينا مع هذه الانطلاقة هنا الحاسمة للسهيل بن نصيب بن السهيل بن يطبع العامري على صدارة وعلى المقدمة، بينما الجذابة مطر بن علي بن علوان الكتبي على المركز الثاني والمركز الثالث. من الجانب الآخر المنطلقة بهذه الانطلاقة وتتسلل من مركز إلى مركز هناك مع هذه الانطلاقات مع هذه التحديات والقادمة. هنا أيضا تأتينا جلمودة ثامر بن سيف بن ثامر المرر يقدمها بانطلاقتها، بينما قطنة القادمة هنا لحميد بن عبد الله بن الصيون الدرعي يقدم هذه الانطلاقة وهذه التحديات. الوصول من منصورة عبد الله بن راشد بن صقر بن راشد المريخي من تأتينا مع هذا الانطلاق والتحدي. خامسا سادس مراكزنا هيام محمد بن سعيد بن محمد بن خلف الرميثي قادم مع هيام مع هذه الانطلاقة والتحديات. الوصول هنا القادمة جود قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي سابعا، وعلى المركز الثامن والقادمة الجذابة ناصر بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري، بينما أرى التسلل من قبل همس حاضر بن سعيد بن عيسى الفلاحي قادم بهمس بهذه الانطلاقة والتحديات. هنا أرى تسلل جميل من قبل اشتعال ثاني بن عبد الله بن مصبح بن عبد الله القتبي، والمركز العاشر هنا حدين لسعيد بن بطي بن محمد الزعبي من يقدمها بهذه الانطلاقة. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى، ذعناها على حضراتكم مع هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة. أسامي خلف المراكز العشرة الأولى أيضا ترقبوها خلال هذه المسيرة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط مع هذه الانطلاقة ومع هذه التحديات التي نتابعها. صدارة الشوط والمقدمة والمركز الأول والمنطلقة على صدارة هنا مع هذه الانطلاقة. منصورة من غيرت منصورة ضيفة قدمت من ميدان التحدي تأتينا بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات. عبد الله بن راشد بن صقر بن راشد المريخي من تنطلق على صدارة على المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني الحاسمة السهيل بن نصيب بن السهيل بن يطبع العامري، وهناك قطنة حميد بن عبد الله بن الصيون الدرعي على ثالث المراكز. هنا مع هذا الانطلاق هنا المركز الرابع هنا جلمودة، هنا أيضا قادمة أيضا من ميدان الظفرة ثامر بن سيف بن ثامر المرر يقدم لنا هنا هذا الانطلاق والتحديات مع جلمودة. هنا تأتينا هنا هيام محمد بن سعيد بن محمد بن خلف الرميثي المنطلقة على المركز الخامس القادمة من ميدان السميح بهذا الانطلاق المميز. هنا تأتينا هنا الجذابة مطر بن علي بن علوان الكتبي من يقدم لنا هذا الانطلاق والتحدي
على سادس المراكز. المركز السابع جود قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي يقدم لنا جود على المركز السابع. المركز الثامن والقادمة حدين القادمة سعيد بن بطي بن محمد الزعبي قادم مع حدين هنا بهذه الانطلاقة ومع هذه التحديات التي نتابعها بالانطلاقات هنا أيضا والتحديات. نتابع القادمة هنا أيضا والمتسللة مع هذا الانطلاق. همس القادمة والحاضرة مع انطلاقتها وتحدياتها. همس مع هذه الانطلاقة هنا أيضا وانطلاقة هذه التحديات الجميلة هنا في المتابعة والانطلاق. هنا نذكركم هنا بأن الانطلاقة سوف تكون في تمام الساعة 1:30 من بعد ظهر هذا اليوم. التحضير سوف يكون في تمام الساعة 1. إذا انطلاقة رموز هذا المساء سوف تكون في تمام الساعة 1:30 والتحضير في تمام الساعة 1. هذا وجب التنويه من اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط والانطلاقة هنا من قبل منصورة. لا زالت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هنا ومصورنا ياخذ منصورة أجمل لقطة وصورة هنا مع هذه الانطلاقة ومع هذه التحديات هنا في هذه الانطلاقات هنا في هذه المسيرة. بينما أرى التسلل في هذه اللحظات. هناك قطنا من الجانب الآخر. حميد بن عبد الله بن اسطيون الدرعي بدأت تتسلل إلى الصدارة إلى المقدمة والمركز الأول الحاسم السيل بن نصيب بن السيل بن يطلع العامري. ثانيا المركز الثالث منصورة عبد الله بن راشد بن صقر المريخي. بينما تاتينا هنا في الانطلاق والتحدي الجميل وانطلاقتها هنا وتحدياتها تاتينا جود قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي من يقدم لنا جود تلعب على أرض الكرم والجود هنا خلال هذه المسيرة ونحن نقترب من 3 كيلومترات ما تبقى على نهاية هذا الشوط. أي قطعنا 5 كيلومتر بالانطلاقات والتحديات هنا أيضا والانطلاقات هنا مع هذه التحديات هنا ب7 دقائق هنا 48 ثانية قطعنا هذا الأداء. نتابع القادمة حدين سعيد بن بطي بن محمد الزعبي قادم هنا مع هذا الانطلاق. بينما قادمة هيام محمد بن سعيد بن محمد بن خلف الرميثي هنا من تاتينا على المركز السادس. المركز السابع بن هزيم يقدم الجذابة ناصر بن هزيم بن محمد هنا أيضا المسافري وتاتي اشتعال ثاني بن عبد الله بن مصبح بن عبد الله الاكتبي هنا على المركز الثامن والمركز التاسع. المركز التاسع هنا صوع سعيد بن طارش بن قنون بن كديدة الفلاسي من يقدم لنا صوع مع هذه الانطلاقة ومع هذه التحديات. بينما هنا القادمة فلسفة قادمة مع هذه الانطلاقة هنا مبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري قادم مع فلسفة بأول إذاعة مع هذه الانطلاقة ومع هذه التحديات الجميلة التي نتابعها. هنا أسامي قادمة، أسامي أيضا قادمة بالتحديات وبالانطلاقات. لنا عودة شاهدينا الكرام هنا مع زاوية الالتفاف الأخير في هذه اللحظات. هنا بدينا بالخط المستقيم إلى المنصة الرئيسية، إلى الصداع، إلى الفوز، إلى الناموس. هنا مع انطلاقتنا و2 كيلومترات هي الانطلاقات، هي التحديات والصدارة والمقدمة والمركز الأول. هنا ب9 دقائق 23 ثانية قطعنا 2 كيلومتر وهنا تأتينا الحاسمة على الصدارة، الحاسمة على المقدمة، على المركز الأول، مسيطرة
على زمام الأمور وعلى صدارة الحاسمة. هنا سهيل بن نصيب بن السهيل بن يطبع العامري، وتاتينا جود قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي ثانيا وثالثا. تاتينا حدين سعيد بن بطي بن محمد. هنا الزعبية القادمة مع انطلاقة وتحديات حدين المنطلقة مع هذه الانطلاقة. هناك تاتينا جذابة ناصر بن هزيم بن محمد المسافري يقدم لنا الجذابة مع هذا الانطلاق. أرى الوصول من الشبابية هزيم بن إبراهيم بالسيف المسافري يقدمها مع هذا الانطلاق ومع هذه التحديات. الله الله من الجانب الآخر هناك كدري ناصر بن هزاع بن ناصر الشهواني يقدمها مع هذه الانطلاقة القادمة مع هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. هنا أيضا مع انطلاقتها وتحدياتها القادمة والمتسللة. هنا تأتينا مختارة عبد الله بن الهاجري بن علي الينيبي يقدم لنا مختارة هنا مع هذه الانطلاقات والتحديات الجميل. الله الله التحدي الأخير والأسامي القادمة هنا في هذه الانطلاقة. الله الله هنا الشبابية من غيرت على صدارة، الشبابية من غيرت على المقدمة وعلى المركز الأول والصدارة. الشبابية هزيم بن إبراهيم بسيف المسافري من تنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. عصاها راقدة وآمنة مع 600 متر الأخيرة. روح يا بن إبراهيم روح مع هذه الانطلاقة، روح مع التحديات. سلام راس الخيمة، سلام جلفاري، سلام مع انطلاقة الشبابية. ما شاء الله ها هي الشبابية تعلن الفوز، تعلن الناموس مع هذا الانطلاقة. تهانينا لهزيم بن إبراهيم بن سيف المسافري من أعلنت الفوز وأعلنت الناموس هنا مع هذه الانطلاقة ولحظة اقترابها مع هذا الأداء. سلام لهاني جلفار، سلام على هذا الانطلاق، سلام مع هذه التحديات الجميلة. تهانينا هزيم بن إبراهيم بن سيف المسافري هنا من أعلنت الفوز وأعلنت الناموس ولحظة وصولها إلى خط النهاية. الجذابة ثانية ناصر بن هزيم بن محمد بن هزيم بن المسافري. أما المركز الثالث كانت الانطلاقات من قبل حدين من وصلت بالانطلاقات سعيد بن بطي بن محمد الزعبي. وتأتينا هنا الظبي في هذا الانطلاقة فيصل بن ناصر بن عبد الله الجبر النعيمي. والمركز الخامس أتتنا هنا أيضا جود قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي من وصلت على المركز الخامس. هذه هي النتيجة لمراكزنا الخمسة الأولى مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات. نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول وانطلاقة الشبابية هنا مع الانطلاق والتحدي. سلالة الشبابي يأتينا مع هذا الانطلاق ومع هذه التحديات الجميلة ولحظة هذا الانطلاق والتحدي هنا ب 12 دقيقة 21 ثانية 3 أجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس هنا على هذا الأداء المميز الجميل مع انطلاقة الشبابية. هنا لي أيضا هزيم بن إبراهيم السيف المسافري. تهانينا وناموس. بينما المركز الثاني وصلت الجذابة 12 دقيقة 22 ثانية كان توقيت. أيضا هناك إذا الانطلاق من قبل الجذابة لناصر بن هزيم بن محمد المسافري 12 دقيقة 25 ثانية. هنا أيضا وجزء واحد من الثانية هو التوقيت الزمني هنا لحدين من أتتنا على المركز الثالث سعيد بن بطي بن محمد الزعبي. تهانينا وناموس تهانينا للجميع. ونعود إلى أيضا ملخص هذا السباق والزميل عبد الله بن سعيد القليبي. لك الكلمة.